الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا هنعمل النهارده سمكه السلمون. دي سمكه غاليه وما فيهاش يعني ابتداعات كتير، بسيطه جدا وطريقه عمايلها بسيطه وبهاراتها بسيطه وكل حاجه. انا غسلناها تحت الحنفيه وفرشنا مناديل عشان ننشفها كويس، وهحط عليها مناديل من فوق عشان ننشف الميه منها كويس. وبعدين هنشوف هنعمل مع بعض ايه. خلاص احنا نشفناه كويس بمناديل المطبخ. دلوقتي هتبله بالملح والفلفل. انا معايا ملح على خفيف كده خالص، ملح على خفيف. هتبلهم كلهم بالملح. لان دي سمكه مش عايزه لعب كتير، لا سمكه غاليه وما احناش عايزين نغير طعمها، عايزين نستمتع بالطعم بتاعها. وبرده فلفل على خفيف كده بالمنظر ده. هتبلها من الناحيتين ونشوف مع بعض. عندي بقى السمك السلمون، حطيت معلقتين زبده ساحه برضه على نار متوسطه مش نار عاليه، وحطيت كميه كده. انا هحاول ازنقهم شويه في بعض عشان ياخد لسه حتتين. لو انا قطع حته زي دي كده بحطها على الظهر، لو كده بحطها بالمنظر ده. هخلص الكميه بتاعتي وهقول لكم هنعمل ايه مع بعض. خلاص الله، انا قلبت السلمون، سمكه السلمون الجميله، وحطيت لها روزماري كتير اهو، مش مقطعاه، انا سايباه كبير مع فلفل الثوم ما بينهم عشان الريحه تروح في الزبده وتروح على القطع. هقلبه تقلبتين كده لان هي السمكه دي ما بتتحملش، وبعملها بحاجه عريضه من الجزء اللي هو ده، مش من هنا. لو من هنا هتتكسر من الحته العريضه دي. لما اجي اقلب من هنا كده، شايفين كده، لان لو جت من هنا هتتكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. انا عندي هنا جمبري ما شاء الله جامبو مغسول ومفتوح ومنضف بالمنظر ده، وشايلين من الظهر، فاتحينه من الظهر لان احنا شلنا عمود الرمل وفتحناه. هتبله بايه بقى عشان هشويه؟ انا عندي ملح، ثوم بودر، على بصل بودر، وبابريكا، ده كمون وفلفل. ده كله هحطه في حاجه كده واسعه. هحط نص الكميه دي ليمون لان انا عندي نوع تاني هعمله ليمون. وعندي الجمبري طبعا هحط له زيت زيتون لان هشويه، معلقتين زيت زيتون كده. وهقلب التتبيله دي مع بعض كلها كده. وهمسك عندي الجمبري بالمنظر ده واحده واحده، هتبله من بره ومن جوه، وهخلص كل الكميه او همسكها كده احطها في التتبيله كلها، وهسيبه شويه لحد ميعاد الشوي. الله خلاص الجمبري معايا اتبل كويس. انا همسكه على ده اللي هيشوي، هحطه بقى كده على الشوايه مفروض لان انا مفتحاه كويس. هو ما بيغيبش يعني، تقريبا كده هياخد دقايق على كل وش، شايفين؟ وهغطيه بالغطا بتاع الشوايه. هخلص الكميه واوريكم ايه الكميه مع بعض الاخر اما اخلص. انا قلبت الجمبري على الوش الثاني دقيقتين وهشيله. شايفين اللون وجماله واحمر ريحه بقى والطعم اهو، شايفين ما شاء الله بالسوا. انا دقيقتين على كل وش تقريبا يعني، لان الجمبري كل ما بيزيد في السوا كل ما بيشد يبقى زي الكاوتش. فاحنا مش عايزينه. الباقي اللي من التتبيله ده هحطه كده بالفرشه فوقه بالمنظر ده لحد ما وهقلب على الناحيه الثانيه. ما شاء الله هنشيله وخلاص هو جاهز دلوقتي. ما شاء الله اللهم صل على النبي. انا عندي جمبري جامبو مغسول ومتقشر ومفتوح بالمنظر ده. هعمله فيليه او بانيه، يعني احنا السمك بنقول عليه فيليه او ممكن نقول عليه بانيه عادي.
عندي هنا عصير ليمونه، عندي ملح وفلفل وبهارات وكمون وشويه توم باودر على بصل باودر. انا عامله البودر البصل والثوم على بعض، حطهم في برطمان واحد. هقلب كل الكميه دي هنا مع الليمون، او احط الليمون عليها في الطبق كده، وهمسك اقلبهم في بعض، وهتبل بهم السمك كله مع بعض من الناحيتين، لان ده هيتقلى. هعمل له بيضه وبقسماط وهقليه في الزيت بالمنظر ده. معايا سمكية من الناحيتين اهي، شايفين؟ هتبلها من الناحيتين، وهكمل بقيه الجمبري كله بالمنظر. عندي الجمبري اللي هعمله بانيه او فيليه في التتبيله بقاله حوالي ساعتين. هاخد كل واحده كده، انا عندي بيضه حليتها في معلقه خل علشان الزفاره. انا ما حطيتلهاش اي توابل، يعني ليه؟ لان الجمبري فيه التوابل الكافيه بتاعته. وعندي هنا بقسماط ودقيق، انا هقلب البقسماط والدقيق كويس مع بعض. وهعمل ايه بقى؟ هاخد كل واحده من الجمبري المتبل المفتوح الجميل ده، وهحطها في البيض، وهخرجها من البيض هحطها في الدقيق بالمنظر ده. وهخلص الكميه وهنزل بها على زيت هيبقى متوسط الحراره، علشان احنا عارفين الجمبري ما بياخدش وقت. مش عايزه اشعوطه ومش عايزاه يخر، متوسط الحراره، دقيقتين على كل ناحيه. انا حطيت زيت اهوت علشان اقلي السمك بانيه الجمبري بتاعي. خلصت كل الكميه اهي، حطيتها في البيض وبعدين في الدقيق على البقسماط. انا عندي هنا نار هخليها متوسطه مش عاليه، دوب انا سايباها عاليه على بس ايه ما الزيت يسخن، وبعدين اهديها متوسطه بالمنظر ده علشان هو ما بياخدش. بتاخد دقيقتين على كل وش. همسك بقى احط الجمبري بتاعي، هرصه في الصينيه طاسه كله كده اهو، مش هكمل. وبعدين يعني دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش. الجمبري خلاص بخرجه على ما نيجي نقدمه سوا. خلاص الجمبري خد وش من الناحيه الثانيه استوى، هقلبه دقيقتين على الوش الثاني، لان انا فرداه يعني ما هوش تخين، لا هو رقيق، انا فرداه. دقيقتين بالعدد، ما بياخدش وقت، لان الجمبري من الحاجات اللي كل ما تستوي تشوف. خلاص دقيقتين بالعدد وهخرجه من النار. بسم الله ما شاء الله. معانا اهوت كل الاصناف، معانا سمكه السلمون والجمبري المشوي والجمبري البانيه، وبألف هنا وشفا ما شاء الله لا قوه الا بالله.